بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تبقوا بخير. كل سنة وانتم طيبين يا جماعة. خلاص بقى العيد قرب وبنعمل شغل العيد اهو. بسم الله ما شاء الله. يا رب كده يقعد عليكم الايام بخير يا رب. ده خلاص شغل العيد برضو خارج لناس. بصوا يا بنات، انا وقفت ان انا اخد اي اوردرات دلوقتي لان انا بصراحة ما عادش وقت ومش لاحقة ولسه عندي حاجات ما خلصتش. ف... فانا اسفة لو في حد انا بقول له مش هقدر ان انا اشتغل دلوقتي، فوالله انا اسفة ليكم غصب عني. عشان ما اضحكش على حد واقول ده انا هخيط لك واعمل لك ومش هقدر ان انا اعمل. تمام. دي كده اول حاجه. تاني حاجه كده ايه، انا اللطقم دي حابه ان انا اعملها معاكم بحيث ان انا اشجعكم. إيه، لو واحده عايزه تشتغل، لو واحده عايزه تبدا مشروع. خصوصا ان في ناس كتير بيكلموني وفي كذا حد بيكلمني. إيه، تقول لي يا ميار انا عايزه ابدا مشروع، انا عايزه اعمل زي ما انت بتعملي، عايزه يبقى لي دخل خاص، عايزه حاجات كتير قوي يعني. بس هي تايهه، كل واحده بتبقى تايهه ونفسها تعمل المشروع الخاص بيها، بس بتبقى تايهه ومش عارفه تعمل ايه. بصوا يا بنات، صلوا كده بينا على النبي واحنا كده بنكوي وبنغلف وبنعمل. والله المستعان، الكوي والتغليف ده بصراحة متعب بجد. وقفتك كده انت بس بتقفي تكوي كده، بجد الموضوع متعب جدا. فالله المستعان. بصوا يا بنات، في اللي عايزة تبدأ مشروع بالذات في مجال الخياطة او مجال المفروشات والملايات والحاجات ده، بيتقسموا اتنين. احنا هنتكلم النهاردة على حاجة واحدة بس. واحدة مثلا عندها مكنة وعايزة تبدأ مشروع ومش عارفة تعمل ايه. زي ما قلت لكم، واحدة عندها مكنة وبتعرف تخيط فعلا، بس تايهة ومش عارفة تبدأ منين ومش عارفة تسوق ومش عارفة تعمل حاجة. والتانية ما عندهاش مكنة وعندها يعني خلفية بسيطة كده عن الخياطة، وعايزة تعمل برضو مشروع. كل واحد له حق ان هو يعمل مشروع، وكل واحدة لها حق ان يبقى لها يعني ايه فلوسها الخاصة بيها او الدخل الخاص بيها، او ان هي تحسن من وضعها او من دخلها او ايا كان. ايه الهدف من المشروع اللي انت بتعمليه؟ معظمنا الهدف مننا، معظمنا 90% مننا ان احنا نحسن دخلنا ويبقى دخلنا احسن وعيشتنا احسن. وبقية الناس بتبقى هدفها ان هي تثبت كيانها وتثبت نفسها ووجودها في الدنيا دي، ان هي عملت مشروع وان هي نجحت فيه. وطبعا انا من الاتنين، انا بحب الاتنين. اللي هو عايزه اثبت نفسي واعمل اسم لنفسي، وفي نفس الوقت برضو يبقى لي دخل خاص بيا واحسن الوضع اللي انا فيه. تمام. طيب خلينا الوقت في اللي عندها مكنة ومش عارفة تعمل ايه، تشتغل بايه، ابدأ بكام طقم. كتير قوي قوي يكلموني، ابدأ بكام طقم يا ميارة، ابدأ مش عارفة ايه يا ميارة، طب اخد ده سراير كبار ولا اخد سراير اطفال ولا اعمل ايه بالظبط، طب اجيب كام متر قماش، طب اسئلة كتير يا بنات. بصوا كل واحدة يا جماعة وظروفها هي يعني خاصة بيها، ما اعرفش ان انا اقارنها بحد تاني. في واحدة زي ما قلت لكم قبل كده في فيديوهات كتير، ان المكان والموقع اللي انت فيه بيحدد برضو شغلك، وبيحدد بتشتغلي فين والمين ومين اللي هياخد منك ومعاملاتك وكل حاجة. انت قاعدة مثلا في حتة على قدها، حتة بسيطة، حتة مش عارفة ايه، هتاخدي قماش غير اللي قاعدة في مكان كبير، اللي قاعدة في مكان الناس بتشتري فيه ما بيهمهاش الفلوس، ناس بتبقى عايزة تجدد على طول. كلام من ده. معظم الأماكن اللي هي البسيطة أو الأحياء الشعبية أو الأرياف أو أيا كان، الناس بتتقضى باللي عندها، ما بيشتروش كتير حاجات، بالذات لما بيجوا يجددوا. مش هيجددوا ملايات ويجددوا حاجات من دي، يعني فين وفين لما حد يجدد مثلا ستاير، يجدد سجاد، ده فين وفين يعني. بتبقى ممكن ايه على خطوبة بنتها، على فرح ابنها، كلام من ده. انا واقعية يعني. احنا في الارياف مش كل الناس بتحب تجيب ملايات، يعني ده ممكن مؤخرا شوية الناس ايه، او اللي هم البنات الجداد، العراس الجداد، بتبقى مسستمة نفسها ان هي كل عيد تجدد من كل حاجة، تجيب ملايات، تجيب ستاير، تجيب كده يعني. لكن الناس التانية لا، في ناس كتير لا. وكل واحد عارف أدرى بظروفه، وكل واحد عارف هو دنيته عاملة ازاي. فانت المكان اللي انت فيه بيحدد لك انت هتشتغلي في ايه، انت هتجيبي ايه بالظبط. اللي متطلب اكتر عندك ايه، الاطفال ولا السراير الكبيرة ولا ايه بالظبط، انت بتحددي انت. مش ما اقدرش انا اقول لك لازم تاخدي كذا وتشتغلي بيه، او خدي كذا وابدأي بيه. انا ممكن اديكي فكره، ممكن ابسط لك الدنيا وايه وكده، انما ان اقول لك احدد لك بالظبط هتشتغلي في ايه وتجيبي كام طقم وكده، لا انت اللي تحددي لنفسك. طيب تجيبي كام متر، تجيبي كام طقم، تجيبي مش عارفه ايه، انت كبدايه خالص الاول هاتي لك مثلا 3 اطقم كبار و3 اطقم اطفال صغيرين. تمام. وخيطوهم كده خياطات حلوه، واعملي إيه قصات حلوه، وحاولي تنوعي في القصات. يعني لو تابعت الفيديو دوت او كام فيديو ليا، تحسوا ان انا ايه، انا بنوع في القصات، ما بعملش قصتين شبه بعض قوي. بحاول ان انا اغير وانوع عشان خاطر يبقى شغلي متنوع برضو. المهم، تجيبي وتعملي 3 اطقم و3 اطقم بس كبداية، وخيطيهم وعرضيهم. وجزء كبير قوي 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 من التسويق، وجزء كبير من يعني من النجاح،
انك انت تبقى ليكي صفحه، او يبقى ليكي موقع، او يبقى ليكي مكان على السوشيال ميديا عامه. السوشيال ميديا دي يا جماعه قربت الدنيا بحالها، يعني قربت الناس لبعضها، ويعني بقت كل حاجه سهله، وكل حاجه بقت بسيطه. كل واحده بصوا بتبقى قاعده في بيتها، شافت حاجه على الفيسبوك، جهاز، شافت طقم سرير، شافت مش عارفه عجبها، بالتليفون وبتطلبه. خلاص احنا حياتنا بقت كده، احنا للاسف حياتنا بقت كده. فيعني ايه، لازم تبقى مواكبه الدنيا. انا ما قربنيش شويه للناس، وما خلانيش ان انا اتعرف شويه، والناس بقت تطلب مني اوردرات وكلام من ده، غير ان انا شغاله في السوشيال ميديا. عندي قناه على اليوتيوب، عندي صفحه على الفيسبوك، عندي صفحه على التيك توك. اللي بيشوفنيش هنا بيشوفني هنا، اللي ما بيشوفش شغلي هنا بيشوفوا شغلي هنا. فلازم تبقوا منتشره. للاسف احنا ده الواقع. لكن انت تبقى قاعده في بيتك، قافله عليكي بابك، وبتخيطي، وحاطه لطقم جنبك، محدش هيجي يقولك انت بنت مين، ولا يقولك انت عندك ايه، ولا اي حاجه خالص. انا بصوا يا بنات، ما تزعلوش من كلامي، انا واقعيه شويه زياده عن اللزوم. ما احبش ازوق الكلام، ما احبش اديكي فكره، او اديكي ارسم لك حاجه مش موجوده. لا، انت لازم تسعي وتتعبي عشان خاطر توصلي للي انت عايزاه. ان ما تعبتيش مش هتوصلي لحاجه. احنا بقينا في الزمن ده كده. انت طول ما انت قاعده قافله بابك عليكي، وقافله على شغلك، محدش هيعرفه. اه، وريتي مثلا اصحابك، وريتي قرايبك، مش عارفه ايه، الدايره بتاعت اصحابك وقرايبك دول ممكن ياخد منك واحد ولا اتنين، وبعد كده خلاص. ولا تاخد طقم هتقعد عليها سنه، اللي هتاخد مش عارفه ايه، مش هيجددوا على طول. لا، انت عايزه تجددي وتنوعي، ويبقى لك زباين في كل محافظه، ويبقى لك زباين في كل مكان. فيبقى لك لازم صفحه على الفيسبوك. لازم، دي اكتر حاجه منتشره، هو الفيسبوك. صفحه على التيك توك، انا ما بقولكيش اطلعي رقصي ولا اطلعي اعملي زي ما الناس بتعمل. لا لا لا، انت طالعه تعرضي شغلك بس، اكتر من زي ما انا بعمل كده. الواحد بيبقى طالع بحجابه، وطالع بهدومه، وطالع بكل احترامه، بعرض شغلي بس، ما بعملش اكتر من كده. اللهم صل على النبي. برضه نرجع لمرجوعنا، اللي هو ابدا بايه؟ زي ما قلت لك، ابداي بثلاث تطقم كبار وثلاث تطقم اطفال صغيرين، وخلي كده جنبهم مثلا، هاتي ايه، القماش اللي هو بيتعمل من الكوشنات مثلا. انت على دخلة رمضان اعملي كده كام كوشن رمضاني. على دخلة الشتاء هاتي شوية قماش شتوي. على دخلة مش عارفة مدارس، لو ليكي مثلا في عمل اللي هي الشنط بتاعة الأطفال، اللي هي اللي بتبقى القماش دي، اللي هم العيال بيروحوا فيها الدروس، اعملي شنطتين ثلاثة واعرضيهم. خليكي متنوعة في شغلك. تمام. طيب بدأت تعملي والدنيا بدأت تمشي معاكي، وحسيتي ان السحب اكتر مثلا على الايه، اللطم الكبيره، خلاص ركزي في اللطم الكبيره شويه. ما تمنعيش الاطفال، كل حاجه ولها زبونها يا بنات. اللي اتعلمته في الشغله دي ان كل حاجه ولها زبونها، مهما طال الوقت ومهما عدى الوقت والحاجه فضلت جنبك، بتعريها وبتعمليها، بس بيجي لها زبونها في الاخر. بس احنا بنبقى عارفين انا اللي بيطلب مني ايه، اللي بالسحب اكتر ايه. تقوم الاطفال، كنت قاعده محتاره في الطقم ده عشان مش باين قوي في الشنطه، فقلت لا، انا لازم اجيب له كرتون عشان اظبطه. هو تعب، هو كل حاجه تعب. المهم، لازم تبقي مركزه انا ايه اللي بيسحب مني اكتر، ومشيت ايه اللي بتتاخد مني اكتر. في ناس بتبقى مثلا واحده خياطه قاعده في مكان ارياف، ممكن يطلب منها القماش اللي هو العادي، المصريه مثلا، اللي مش عارفه ايه، اللي هو اللي بيبقى رخيص شويه. في مكان تاني بيبقى اعلى شويه مثلا، او يعني الماديه للناس احسن شويه. فبيطلب منها كله عمريه. واحده مثلا تقول لك انا ما اعرفش افرش غير كل قماشة عمرية، كل ملايات عمرية، كل حاجتي مش عارفة ايه، قماش نظيف. فانت على حسب المكان اللي انت فيه، انت بتحددي تبداي بايه. تحددي النوع القماش اللي بتجيبيه، تحددي هتشتغلي كبير ولا صغير، اطفال ولا سراير كبيرة ولا ايه. تحددي القصات. في ناس ما بتحبش القصات اللي هي طالعه ترندي، والحاجات اللي طالعه ترندي، او القصات اللي انا بعملها دي مثلا. في ناس يعني اماكن مثلا حابه طقم فلات، مش عايزه كرانيش، مش عايزه كلام من ده. وفي ناس تانية تحب فرح العمدة في الطقم، ومش عارفة ايه كده يعني. انت اللي بتحددي لنفسك. انا ممكن اسهل عليكي، اقول لك خدي مثلا 3 اطقم من كذا، وخدي طقمين من كذا، ومش عارفه ايه، وابدأي واشتغلي. الدنيا مشت معاكي كملي، لقيت الدنيا اهي شويه، غيري في حاجه تانية، اشتغلي في حاجه تانية. غيري في القصات بتاعتك، كلام من ده. والله واحده واحده هتلاقي نفسك اتعرفتي، واحده واحده هتلاقي الناس بتطلب منك اوردرات. بصوا يا جماعه، الجروبات اللي على الواتس دلوقتي بقت كتير جدا. جروبات للخياطة، وجروبات للتفصيل، وجروبات زي الجروب بتاعي. انا عن نفسي ناس في الجروب بتاعي بيخيطوا، انا نفسي بنزل لهم شغلهم. انا مش محتكره الجروب لنفسي، او انزل شغلي بس. والله انا بخيط حاجات انا ما بنزلها لنفسي خالص، يعني نادرا ما بنزل شغلي انا اساسا. بس لو حد مثلا اخد منه قماش وخيطه، انا بنزل لها شغلها في الجروب. لو هي ما نزلتوش انا بنزل لها. غير ان انا بقول في الجروب يا بنات اللي عندها شغل نزلي لنفسك. ممكن واحده عملت طقم حلو قوي تنزله في الجروب، اي جروب بقى، جروب ام يارا غير ام يارا بقى،
اي حاجه يعجب ناس يبداوا يكلموها، ومن هنا تبدا الدنيا بقى تمشي. خلاص نزلت طقم شكله عجب الناس، خلاص بدأ يجيلك عليه طلبات، بدأ يجيلك اوردرات، بقى عندك اوردر واتنين وتلاتة، ما شاء الله. هتيجي تلاقي نفسك عليكي وقت مش ملاحقة على الاوردرات. بجد الموضوع ما بيجيش كده هوبا هوبا مرة واحدة، لا، لازم تتعبي في الاول، ولازم تثبتي نفسك في الاول، وتثبتي نفسك بشغلك وجودة شغلك طبعا. في الاول لازم الواحد يتعب في الاول، ان ما تعبتيش ما هتقدريش توصلي لحاجة. انا من عن خبرة، وانا لسه اكيد برضو في اول طريقي، يعني انا مش اللي بقالي بقى 20 سنة و30 سنة شغالة في المهنة، لا، ده انا لما كلهم ما كملتش لسه 7 8 سنين. فاللي هو لحد دلوقتي انا لسه بتعلم، ولحد دلوقتي انا لسه بستفيد، وبخش جروبات وبستفيد من ناس. وممكن واحدة تبقى حاسه ان هي لسه بادئه في الشغل، انا اخد منها معلومه تفيدني. مش عيب على فكره الواحد طول ما هو عايش، طول ما هو بيستفيد، وطول ما هو بيتعلم، مش عيب ابدا. انا ما عيب بقى ان انا اتكبر على الشغل، او اتكبر ان اخد معلومه ممكن من واحده مبتدئه، لا. انا ممكن واحده مبتدئه لسه في اول طريقها، انا نفسي اخد منها معلومه، انا نفسي استفيد منها. فخش جروبات الواتس كتير واعرضي شغلك فيه، وخش الجروبات اللي على الفيسبوك برضو اعرضي شغلك فيه. والله دي اللي هتبقى الانطلاقه. طول ما انت قاعده وقافله على نفسك محدش هيعرف شغلك، ولا حد عارف انت بتعملي إيه اساسا، زي ما يكون بتخدي نفسك بس.